فاذا ملي احبطوا في كل شيء جربوا الخطاب ديال الحرب. يعني ما دمتي انت يا المغرب كتربح وربحتيني في الصحراء وربحتيني في العلاقات الدوليه، وهذا الشيء كله كيزيد من المنسوب ديال المؤشرات ديال القوه ديالك كدوله، ويثيقوا فيك الشركاء ويثيقوا فيك المستثمرين. ارى نشوش لك على هذا الشيء كامل بامكانيه وقوع حرب باش هرسك نرجعك يا اما توقع الحرب وننفس بها أنا على الضغط ولا على الضغط اللي هما فيه وعلى هذاك الفقصه اللي تفقسوا، يا اما على الاقل نشوش لك على المسار اللي انت غادي فيه. ملي كيقولوا المستثمرين يسمعوا راه امكانيه وقوع حرب بين المغرب وبين الجزائر، كنريب لك المنسوب ديال الثقه ديال الاستثمارات وديال الشراكات اللي انت جالس كتبني فيها. جربوا فبركوا حادثه وهميه ديال الشاحنتين. المغرب كيلعب معهم لعبه القانون، مشات المينورسو تحققوا داروا البيان ديالهم، خرج داك احمد فرحان حق اللي هو النائب ديال المتعدد باسم الامين العام، قال لهم مشينا تحققنا لقينا الشاحنتين محروقين، ما عرفنا ما كاين لا جثث لا حتى حاجه. داك شنو كيفاش وقعت هذيك الواقعه؟ داز من وراها جاوا قال توهموا داروا حادثه وهميه، قال لك راه 3 الاشخاص تقصفوا في الحدود الدوليه وبغاو يورطوا موريتانيا في الموضوع. خرج الجيش الموريتاني قال لهم لم يقع عندي اي قصف، انا موريتانيا خوات بهم. صدق هذا الشيء كله يعني كيري حاجه مورا حاجه، فشل من ورا فشل. بدات هذيك الجولات المكوكيه ثاني ديال تبون كيقلب، لانهم خصو هو دابا ولفوا كيكذبوا على الجزائريين وكينعسوا الجزائريين بالمغرب. ملي المغرب في الجزائر سببوا المغرب ولاو كيحاولوا يوهموا الجزائر، فاذا بهم الجزائريين ولاو كيبان لهم راه هذوك راه تيكذبوا عليهم، راه ما كاين حتى حاجه. المغرب خدام كيبني في الشراكات ديالو ما ضد حد، ما مدابز مع حد. الا دار علاقه مع اي واحد، لا مع اسرائيل ولا مع امريكان ولا مع اي كان، المغرب راه ما ضد حتى واحد. الجزائريين ولاو كيعرفوا هذا الشيء. باش غيجاوبهم تبون غنديروا حتى حنا البريكس، غندخلوا حتى حنا نبنيو الشراكات، ندخلوا هنا نديروا هنا. كيقلب على جواب، كيقلب على جواب. مشى دار رحلات مكوكيه، عندنا قمه جامعه الدول العربيه وغندخلوا سوريا، اذا حنا راه دوله قويه وعندنا قرار اقليمي وعالمي، غندخلوا البريكس، غندخلوا هنا جرب راه ما خلى فين مشى، ما خلى تركيا، ما خلى الصين، ما خلى الهند، ما خلى فين مشى. كلها كيتبين انها دوله ما عندهاش مشروع، حيت هو اللي ما باغينش يفهموا لحد الان. راه يستحيل انك دير سياسه خارجيه ناجحه الا ما بنيتيهاش على معطيات ديال سياسه داخليه ناجحه. سياسه داخليه ناجحه، باش تكون عندك سياسه داخليه ناجحه خاص اول حاجه تكون عندك بنيات تحتيه، تبني بنيات تحتيه حقيقيه، بنيات تحتيه حقيقيه على مستوى الاقتصاد. ملي كتبني بنيات تحتيه على مستوى الاقتصاد، رؤوس الاموال، ترسانه قانونيه تشجع الاستثمار الاجنبي يجي عندك، كيولي عندك واحد الرصيد كتحرك به في السياسه الخارجيه. ملي كتمشي عند الدول دير معهم العلاقات، واش العلاقات مع الدول هي تضرب تصاور ودير البروتوكولات وتوقع اتفاقيات ما غتطبق من هنا ل 100 عام؟ راه كدير اتفاقيات مع الدول باش تدخلوا في مصالح مشتركه، باش تشوفوا شنو غادي تستافدوا من بعضياتكم، شنو هما المشاريع اللي غتدخلوا فيهم. كتخطر مع الدول باجنده، ما كتمشيش كضرب تصاور وتجي تقول للجزائريين رانا غندخل البريكس، وفي الاخر كيجي اقرب واحد ليك اللي عييتي ما تطبل ليه هما الروس، تيقول لك راعينا الوزن والهيبه ديال الدول.